السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهاردة يا شباب بإذن الله جبت لكم حل مشكلة عدم ظهور الصور اللي بتتبعت لك على الواتساب في المعرض. يعني بتتبعت لك صورة وبتدوس عليها وبتنزلها في الواتساب وتقدر تستعرضها وكل حاجة، ولكن انت عاوزها تنزل تلقائي في الاستوديو من غير اي تدخل منك. تمام؟ الطريقة سهلة جدا بإذن الله، بس أتمنى منكم قبل ما أبدأ في الشرح تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتدوسوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. ومن غير مقدمات كتير يلا نبدأ في الشرح. طبعا يا جماعة الطريقة سهلة، هنروح على واتساب أيا كانت النسخة اللي عندك ايه. ودلوقتي الشخص ده يا جماعة بعت لي صورتين. تمام؟ وكل ما اروح للاستوديو اهو واروح اشوف الصورتين ما لاقيش اي صور هنا جات اخر حاجة. تمام؟ فايه الحل؟ الحل سهل جدا يا جماعة، هنروح على الاستوديو وهندوس على الثلاث نقط اللي فوق، وهنروح على الاعدادات، وهنروح على الدردشة. وبعد كده هنشغل الخيار ده، هتلاقيه مطفي زي كده انت يا جماعة، هتروح دايس عليه بسهولة جدا. تمام؟ بعد كده هترجع وهتدوس على التخزين والبيانات، وهتنزل تحت، وهنا بيقول لك عاوز تنزل الصور والكلام ده كله، انت مفعل بيانات الهاتف ولا لا؟ لو انت الباقة بتاعتك قليلة انصحكش تشغل الخيارات دي كلها. انصحك انك انت تشغلها في الاتصال بالواي فاي، اللي هو الصور، مقاطع الفيديو والمستندات والريكوردات. تمام؟ انما لو عاوز تفعلها برضو انت وفتح بيانات الهاتف براحتك. تمام؟ انا مش هفعلها بس. وبعد كده اي شخص يبعت لك صورة يا جماعة هتلاقيها نزلت تلقائي. بس انا الصور دول طبعا قبل ما افعل الميزة فهنزلهم تلقائي، هدوس الثلاث نقط وادوس حفظ، وكذلك دي هدوس الثلاث نقط وادوس حفظ. بعد كده هلاقيهم هنا نزلوا عندي اتنين. بس بعد كده يا جماعة انا مش هضطر انزل تلقائي، هنزل يدوي، هلاقي كل حاجة بتنزل تلقائي عندي خلاص يعني بإذن الله. بس وبكده يكون شرح النهاردة انتهى، اتمنى رب يكون افادكم، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.